ايش رايكم هسه بهذا العلف؟ هذا طحين ونخاله وشعير. هسه راح اذب هذا النخاله فوقها. هذا الشيس مال النخاله اكوم النخاله هنا. نجيب الطحين هنا، عندنا هذا الطحين كيس مال الطحين اذبه فوق النخاله. طبعا كل 3 اكياس نخاله اذب فوقها كيس ونص مال طحين. ها شوف باوع، كل 3 اكياس نخاله اذب فوقها كيس ونص مال طحين واذب فوقها كيس شعير. وهنا عندنا هذا الشعير مخلوط حنطه يعني وسخ مال العلف، هم راح اذبه فوقها. وهنا نفرغ الشعير فوقه فوق النخاله والطحين ويصير شعير مخلوط. واخطه هسه اذب هذا الكيس كله. هسه انا جاخذ من عنده بس سطل. هسه ورا ما ذبينا الشعير والطحين والنخاله شو نسوي بالكرك؟ نرد اللوخه نخبطه. باوع شلون خبطته. وبعد هسه نصب شعير هنا، همين نصب شعير ونخبط. هسه هنا هاي النتيجه باوع لي. ورا مال اخته كله باوع لي الشعير كله انخلط باوع لي. هذا بيه شعير اسود وبيه قصره وبيه قروط بيه حنطه. فصار طحين كل 4 اكياس نخاله او 3 اكياس نخاله ذا فوقها كيس طحين وذا فوقها كيس شعير ولوخه بالكرك. اخبط خبط زين بالكرك واغرف منه ذب للطليان تربطهن. احسن علف وافضل علف. شلون؟ مليان شعير ملي. هذا بيه شعير ابيض ما يبين راح ويا الطحين. فصار كله خبط. باوع لي شوف الشعير كله الاخ ويا الاخ. وش رايكم بهذا العلف مال الطليان الربط؟ باوع ها صار طحين ونخاله وشعير وحنطه وقصره وقرط. صار بيه ملون. ايش رايكم هسه بيه هذا الخبط؟ باوع لي يعني احسن ما تحط منه ومنه وظل لا تخبطه كله تقوم تشيله وتذبلهن. وبعدين ذبلهن تبن مال جت وتبن منها مال حنطه السنه. باوع ايش رايكم هسه بهذا العلف الزين؟ حياتنا لكم. طلنا رايكم.